السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. أول تعليق جالي عن إن الفيديوهات طويلة شوية، فتعالوا هندردش مع بعض شوية. هي ليه الفيديوهات طويلة شوية؟ ليه مش عاملة مقاطع ريلز صغيرة كده وخلاص؟ أولا لأني مش هدفي إن الريتش يبقى عالي، ده مش الهدف الأساسي عندي، ولو كنت فعلا عايزة إن المواضيع دي أو الفيديوهات توصل لأكبر عدد فعشان يستفيدوا فعلا. فكون إن هي طويلة شوية فده لأسباب كتيرة عندي أنا مقتنعة بيها، فأتمنى إن انتوا فعلا يعني أوصل لكم قناعتي، وأتمنى فعلا إن انتوا تفهموني. أول حاجة أنا مقتنعة إن الحاجة اللي بتيجي بسرعة بتروح بسرعة. المعلومة اللي هتجيلك في السريع كده هتسمعيها زي أي ريلز بتشوفيها وبتمشي ومش هتاخدي بالك منها، ولو حبيتي تنفذيها مش هتبقى عندك باستمرار، مش هتبقى استمرارية، ويمكن تعرفي تعمليها ويمكن لأ. طب ده ليه؟ لأن طبعا التربية في روحها كتير جدا، واللي ينفع معاكي ممكن ما ينفعش مع غيرك، واللي ينفع مع غيرك ممكن ما ينفعش معاكي. أنا عايزة أقولك إن اللي ينفع مع طفل ممكن ما ينفعش مع التاني. فلما انت هتبقي فاهمة كل حاجة هيبقى بالنسبة لك سهل جدا تطبقي الموضوع، هيبقى سهل. اللي بيبقى فاهم الحاجة بيقدر يطبقها، عكس خالص اللي بياخد الحاجة كده علشان يعملها فنفعت ما نفعتش خلاص. فيبقى لازم احنا نفهم، لما هنفهم بجد الموضوع هيختلف تماما. وكمان انا عايزه اربي قاعده من الناس عايزه فعلا تربي، هي فعلا عايزه تربي، تسمع فيديوهات عشان تعرف تربي ازاي، واهم حاجه عندها التربيه. فيعني هم دول الناس اللي اعتقد ان هيبقى عندهم صبر ان هم يسمعوا الفيديو للاخر. طيب ايه كمان؟ الموبايل اللي معاكي دوت دايما هو سلاح ذو حدين، فانت تقدري تستفادي منه اكبر استفاده على مدار اليوم. ما بقولكيش ما تتفرجيش على حاجات خفيفه، ما تتفرجيش على مسلسلات، ما تتفرجيش على الحاجه اللي انت عايزاها اتفرجي، بس ليه مثلا عشان نتابع مسلسل اكتر من حلقه، والمسلسل بيقعد ساعه الا ربع، واعلانات كمان عندنا طولة بال، وهنيجي على موضوع التربيه اللي هي مهمه فعلا، وبعد كده لا نحس انها طويله وممله وعايزين نعديها بسرعه. هقول لكم حاجه كمان واحترموا صراحتي، يعني انا والله في حاجات لازم تيجي كده، هي لازم تتقال كده علشان فعلا الناس تعرف. لو انت ما عندكيش صبر او طولة بال ان انت تسمعي فيديو 6 7 دقايق 10 دقايق حتى يا ستي عن التربيه عشان تعرفي ازاي تتعلمي تربي ولادك صح، صدقيني التربيه بالنسبه لك هتبقى صعبه جدا ومجهده جدا، لان التربيه عايزه صبر وطولة بال ونفس طويل، وتغيري اسلوب واتنين عشان توصلي للهدف اللي انت عايزاه. طيب انت ما عندكيش اصلا صبر ان انت تتفرجي، طب هتجيبي صبر منين للتربيه؟ هتبقى عبء عليكي. زي ما انا شايفه امهات كتير دلوقتي بقت التربيه مجهود بالنسبه لها، وخصوصا في تحديات العصر اللي احنا فيه ده، التحديات بقت كتير، فانت لازم تتعلمي ازاي تتعاملي مع اولادك. طيب دلوقتي انا هتلاقوا اغلب فيديوهاتي بنبدا من البدايه، الطفل احنا بنأسسه صح، لان دايما بنقول ان الوقايه خير من العلاج. احنا لما هنبدا مع الطفل من وهو صغير صح، ده هنفاديه حاجات كتير ومشاكل كتير هتقابله وهتتعبني انا في المستقبل. تمام. طيب لو انا عيالي كبروا بالفعل اتفرج عليكي ليه يا دكتوره؟ هقول لك هتتفرجي عليها ليه، لان بمنتهى البساطه ان ابنك المشاكل اللي ممكن تكون عند ابنك وظاهره عليه دلوقتي هي اصلا اساسها غلط في التربيه من الاول. لما هتحطي ايدك على المفتاح تمام هتقدري تعالجي المشكله اللي عند ابنك. والله هقول لكم حاجه بسيطه خالص، انت عارفه ان ابنك عنيف عندي عصبي، ممكن حتى ما بيسمعش كلامك، فده عشان ممكن احد اسبابه ان انت ما حضنتيهوش وهو صغير، ما شبعتيهوش حب وحنان، فهو بالتالي كبر وهو اصلا ما بيعرفش يتحكم في انفعالاته. والله هيبقى في فيديوهات بعد كده لو بتتابعي هتعرفي. يعني احنا هنقول يا جماعه احنا نحضن اولادنا ونشبعهم حب وحنان، طب واللي ما بيحصلش معاه الحاجه دي ايه المشاكل اللي ممكن تقابله في حياته بعد كده؟ انت بقى هتعرفي لما لو ظهرت على المشكله دي على ابنك كان سببها غلط ايه في التربيه من البدايه. تمام، فحطينا ايدينا بقى على ايه سبب المشكله، هيبقى سهل ان احنا نحل. تمام، ده غير ان انت هتقدري بقى لو انت مثلا وولادك كبروا فهتقدري بقى تتعاملي مع احفادك، وهتعرفي توجهي بنتك ازاي او ابنك ازاي في موضوع التربيه، هيبقى عندك وعي. فمعلش استحملوني لو انتوا شايفين الفيديوهات طويله، لكن انا والله بحاول اوصل لكم المعلومه بطريقه سهله وبسيطه وفي وقت على قد ما اقدر يكون قصير. وده مش مانع ان انا هعمل لكم فيديو قصير بعد كل فيديو طويل هقول فيه الملخص المفيد، بس مش هدفه ان هو ده اللي يوصل للناس. لا، لو عجبك الموضوع انزلي بالله عليكي اتفرجي على الفيديو الاساسي، لو فعلا عايزه تتعلمي صح.
تفيدي ولادك وتنفعي نفسك وتريحي بالك بعد كده وتتجنبي مشاكل كتير ممكن تقابلك بعد كده. يلا قبل بقى ما ندخل في المواضيع اللي بعد كده، نصلي على النبي واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.